شايفين الصينية الجميلة دي؟ اندومي بالبشاميل والجبنة الموزاريلا والرومي. انتوا متخيلين الجمال؟ هتشوفوها دلوقتي هتنبهروا. قبل اي حاجة، انا ميادة ودي قناتي. البت بنتي خلتني نايمة وقامت سلقت كمية اندومي كبيرة وكلت اللي كلته وعايزة ترمي الباقي. قلت لها لا، مش ممكن، احنا لازم نستغل الكمية دي. قمت جايبه الاندومي وفرداه كده في الصينيه زي ما انتوا شايفين. ده اندومي بالفراخ المقليه. فردته في الصينيه كده وقمت كنت محضره البشاميل زي ما انتوا شايفين. البشاميل الجاهز يا جماعه. وعملته في اللبن وسويته كده في الصينيه. والله يا جماعه البت بنتي انبهرت من طعمها، قالت لي الله يا ماما انا مش هاكل الاندومي الا بالطريقه دي. وطبعا فردت البشاميل وحطيت عليه الجبنه الرومي والموزاريلا. قلت لها ايه هي سايبه ولا ايه؟ احنا كل حاجه نرميها؟ دي نعمه ربنا ولازم نحافظ عليها. وقمت مشغله الشوايه ومدخلاها الفرن. هتشوفوا النتيجه دلوقتي. بصوا بقى المطه، هتنبهروا. طلعت بالمنظر الجميل ده. قال ايه عايزه ترمي الباقي؟ قال خلاص انا اكلت اللي كلته هرمي الباقي. قلت لها لا مش ممكن ترمي الباقي، هي سايبه ولا ايه؟ لازم نحافظ على نعمة ربنا. بصوا يا جماعة، طلعت الخرطة رهيبة. بصوا المطة. ولو عملتيها بالطريقة دي وعجبتك اكتبيلي في الكومنتات.